بعد ما شفنا الأحداث المريرة التي حدثت في شيبويا وسفك الدماء وإزهاق الكثير من الأرواح على يد سكونة في الموسم الثاني، تعالوا نشوفوا ايه اللي مستنينا في الموسم الثالث. بس قبل ما نبدأ اصحى وفوق للكلام وانزل حط اللايك والكومنت التمام، واستعدوا للقتال والإبداع، فهنا تبدأ أعظم الأحداث بلا انقطاع. بيبدأ الأنمي بعشيرة زينين وهم بيفكروا من سيصبح رئيس العشيرة القادم، وبنشوف الست دي وهنتعرف عليها بعدين، ومعاها شخص جديد مغرور وبيسألها وبيقول لها يعني ما هي اللي ماتت، فبترد عليه وتقول له في حاجات أهم تقلق بخصوصها زي رئيس العشيرة مثلا، وإن في الأصل ماكي هي اللي كانت هتموت. فبيقول لها ماكي فتاة جميلة ولكنها لا تدعم أي رجل وتستحق الموت. بيدخل على كبار عشيرة زينين اللي هم أوجي زينين وجينيتشي زينين، وبنعرف إن الواد الأصفر ده اسمه ناويا زينين مستعمل جيجيتسو من الدرجة الأولى الخاصة. بيقولوا له اتأخرت ليه يا فالح؟ فبيقول مش فارقة، لأن في كل الأحوال أنا من سيصبح رئيس العشيرة القادم شئتم أم أبيتم، وده بسبب إن إخواتي شوية أغبياء ملهمش قيمة. وبيقول لعمه حتى أنت أخوه الصغير ولكنك لم تتأثر بمرضه، وكده كده بناتك بره الحزب. وبيقول لجينيتشي شكلك يقطع الخميرة من البيض، وكان هيبقى أحسن بكتير لو كنت شبه توجي. وكان هيكمل اسطوانة الردح بتاعته، ولكن أوجي مسك السيف وقام عليه وكان هيطير راسه، ولكن ناويا مسك إيده بكل برود على آخر لحظة. وبنعرف إن والد ناويا هو رئيس العشيرة السابق. وفي تلك اللحظة بيدخل عليهم شخص عجوز قصير وبيبلغهم إن رئيس العشيرة مات منذ لحظات، وإنه سيقوم بقراءة الوصية التي أوصى بها رئيس العشيرة قبل وفاته، ومحتواها كالآتي. اسمع كده بقى: هيتم تعيين ناويا زينين رئيس العشيرة 27، وبالتالي كل الأصول بما فيها الأدوات الملعونة هتبقى تحت إيده، ولكن يجب موافقة أوجي زينين وجينيتشي زينين قبل استعمالها. الواد بيجز على أسنانه ومش عاجبه الكلام. طب خد التقيلة: وفي حالة موت جوجو ساتورو أو هبت منه سيتم تنفيذ العهد مع ميجومي، ألا وهو هينضم للعشيرة وسيعين رئيسا عليها، وبالتالي هتتنقل له كل الأصول. طبعا الواد الأصفر ده كبرياء اتجرح وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وبيقول بقى حتة عيل عايزين يخلوه رئيس للعشيرة. وبيسأل طنط عن ميجومي وبتقول له إنه في طوكيو بيدور على وعاء سكونة، وقال لها قولي لكبار العشيرة إني رايحة أقتل وعاء سكونة، بما إن ميجومي مع إيتادوري فأنا هخلص على الاتنين. وبعد كده بنروح لإيتادوري وهو قاعد حزين وبيفتكر أحداث شيبويا المريرة. فتشوسو بيقول له ما تقلقش عليا وارجع لثانوية الجيجيتسو، ولكن إيتادوري بيقول له إنه عنده إحساس إن سكونة قوته ازدادت، خصوصا بعد ما أكل عدد كبير من الأصابع، وإنه ندمان لأن في ناس كتيرة اتقتلت بسببه. بيقول له انا خلصت على اخواتك، هو انت متقبل ده ازاي يا عم انت؟ فتشوسو بيقول له ده كان مجرد حادث ومسامحتك من عدمها مش هتغير حاجه. بعد كده الاتنين بينطلقوا في المدينه وبيحاولوا يخلصوا على اكبر عدد من اللعنات، وبنلاحظ ان ايتادوري انطلق مسرعا وخلفه عدد كبير من اللعنات عايزه تخلص عليه، وبيكسروا الجسر اللي ايتادوري كان بيجري عليه، وبينط مسافه كبيره وبيقتل احدى اللعنات الطائره. وفي نفس اللحظه في لعنه ضخمه بتمسكه وبتطير بيه، ولكن بيقتلها بايد واحده. بعد كده بيطلع يجري وكم مهول من اللعنات تقوم بمطاردته وتريد القضاء عليه. هم حالفين ولا ايه؟ ولكن الولد طلع نصح وكان عامل لهم فخ في النفق، وتشوسو كان لهم بالمرصاد وقام بقتل جميع اللعنات بتقنية نسل الدم. وفجأة بتظهر لعنة عملاقة خلف تشوسو حرفيا كانت هتبطط، ولكن إيتادوري بسرعة خلص عليها بإيد واحدة. وتشوسو بيقول في نفسه إن يوجي بقى عنده تحكم ثابت في طاقته الملعونة وقوته البدنية استثنائية. وفجأة بيظهر ناويا وبيسألهم عن مكان ميجومي، بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا ليه مش بتحاولوا تهربوا حتى؟ ويتادورو بيقول له نهرب ليه يا عم انت؟ فبيعرفوا ان اتحكم عليه بالاعدام وانه فقد حماية جوجو. وتشوسو بيتعصب من اللي بيسمعه، ويتادورو بيفتكر كلام شخصي انه بسبب تأثير جوجو نجا عدد من مستعملين الجيجيتسو. وناويا بيقول له ان عايز ميجومي عشان يخلص عليه، ومش فارق معايا اذا كنت انت عايش ولا ميت، ولكن هكسر رجليك الاتنين حتى لا تحدث المزيد من الخراب في المدينة. وفي تلك اللحظة بيظهر ناويا بجانب إيتادورو ويقوم بضربه، وتشوسو بيفقد صوابه وبيهجم على ناويا، ولكن الآخر أمسك به وأوسعه ضربا مبرحا يمين وشمال ومخلاش في الولا حتة سليمة بيد واحدة وضربات متتالية. كم أنت مغرور! وإيتادوري بيقول إن الواد ده سريع بطريقة غريبة، وتشوسو بيقول له يمكن ده بسبب تقنيته. ناويا بيقول لهم ايه ده انتوا طلعتوا جامدين بقى، انا استخفيت بيكم ولا ايه؟ وفي وسط المفرمة دي فجأة حاجة غريبة بتحصل ويعم الصمت ويصدم الجميع بظهور جلاد إيتادوري يدعى أوكوتسو، وهو طالب في السنة الثانية ومستعمل جيجيتسو من الدرجة الخاصة زي جوجو ساتورو بالظبط. وتشوسو حاسس ان الشخص ده بيستهدف إيتادوري، وبينزل لهم على مبنى وبيدمروا، وبيسألهم علاقتهم ايه بإيتادوري. فناويا بيجيب ورا وبيقول له اهدى يا معلم انا في صف. وفي تلك اللحظة تشوسو بيقول لإيتادوري يلا يا صاحبي نخلع من هنا قبل ما الدنيا تتقلب فوق دماغنا.
وبيقول له الواد الاصفر ده سريع ومخادع، سيبهولي انا هعطل. وناويا بيطلب من اوكوتسو ان بعد ما يقتل ايتادوري يأجل الابلاغ لانه عايز يستخدمه كطعم للامساك بميجومي. وتشوسو بيقول لايتادوري انت هدفهم وانه لازم يهرب من اوكوتسو لانه قوي جدا زي جوجو ساتورو وانه ممكن يقتله. وفي اللحظه دي ناويا بينتابه القليل من الندم لانه جاب سيره ميجومي قدام اوكوتسو، واوكوتسو بيوافق على عرض ناويا، وايتادوري اخد ديله في اسنانه وطلع يجري، ولكن اوكوتسو كان سريع جدا ولحقه. بنرجع لناويا وهو بيقول لتشوسو ان ده تلاعب بالدم مش كده، بس انا مش فاهم انت حصلت عليه ازاي، وان تقنيتك دي ما يتقلقش منها باستثناء الدم الساقط، وانت فاهم الباقي. كش مالك خلاص. ومن ناحية أخرى بنلاقي اوكوتسو مسك إيتادوري وعلى وشك إنه يخلص عليه، ولكن إيتادوري بيفلت منه على آخر لحظة وبيهجم على إيتادوري تاني بالسيف وعايز يقطعه، ولكن إيتادوري بيتفادى ضربات السيف المتتالية يمين وشمال وبيخرج بره المبنى خالص. وبيقول في نفسه حتى لو هو ما عندهوش قوة جسدية فهو عنده كمية هائلة من الطاقة الملعونة، وإن اوكوتسو بيعوض نقص القوة الجسدية بالطاقة الملعونة. واوكوتسو بينزل له بشياكة من على المبنى وبيقول له إنه عنده طاقة ملعونة أكتر من جوجو ساتورو، ولكن جوجو عنده العيون الستة ومش بيخسر أي طاقة لما بيستعمل تقنيته. وبعد كده بيهجم على إيتادوري بالسيف وكان هيقسمه نصين، وإيتادوري بيفتكر كلام صديقه تودو، وبنعرف إنه كلما كان مستعمل الجيجيتسو أفضل زادت الصعوبة في قراءة طاقته الملعونة، وإنه كوتسو طاقته الملعونة بتتصاعد من جسمه كله بما في ذلك السيف. وكوتسو بيوجه لكمة لوجه إيتادوري وفجأة بيخرج من جسده كوتسو الطاقة الملعونة وبتحيط بيه من كل الاتجاهات، وإيتادوري نفس الشيء. وإيتادوري بيفتكر نانامي وبيعتذر لأوكوتسو وبيقول له إنه مش هينفع يموت دلوقتي. وكوتسو بيهجم على إيتادوري للمرة المليون وعمال يقطع في أي حاجة تيجي قدامه، وإيتادوري بيجري وينط جوه عربية وبيلاقي سكينة، وبيفتكر كلام جوجو إن في ناس بتركز على استخدام السلاح ولكن ما ينفعش تعتمد على أداة ملعونة وتهمل التلاعب بالطاقة الملعونة. وإيتادوري بيستخدم السكينة وبيصد بيها السيف، وكوتسو بيقول له أنت كل تركيزك يا صاحبي على السيف، وبيديله رجل في بطنه. وإيتادوري بيقوم ويهجم على أوكوتسو وبتتكسر السكينة والسيف وبيتجرح في جنبه، وكوتسو بيقول له أنا كنت عارف إن الموضوع مش هيخلص معاك بالسهولة دي. وإيتادوري بيهجم على اوكوتسو للمرة التانية، ولكن فجأة وفي تلك اللحظة بيظهر خلف إيتادوري مخلوق غريب وبيمسكه. إيتادوري مصدوم ومش فاهم حاجة والمخلوق بيكتفه وبنعرف إنها تسمى ريكا. وكوتسو بيمسك سيفه المكسور ويقترب ببطء ويقوم بطعن إيتادوري في قلبه ويعتذر له. على ما تعتذر يا صديقي؟ لأنك قبلت بالظلم لإرضاء بعض العواجيز ألا وهم كبار الصحراء. بنشوف ناويا وهو بيطلع يجري وبيلزق تشوسو في الحيطة ونازل فرمي فيه، ووابل من اللكمات ينزل على وجه وجسد تشوسو وبسرعة رهيبة وحرفيا عملوا كيس ملاكمة. وتشوسو بيقول إن ناويا سريع جدا ومش عارف يحدد إيه نوع تقنيته دي، والولا مش ملاحق حرفيا ياخد نفسه عشان يدافع عن نفسه حتى يستخدم تقنية الدم الثاقب. وناويا بيضرب تشوسو ومن كتر قوة الضربة الحيطة بتتكسر. ناويا المتعجرف بيقول له أنا مش عارف إيه سبب الإصرار اللي عندك ده. تشوسو بيقول له عشان أنا أخ ال10، وبيفعل تقنية المقياس الأحمر المتدفق. وناويا بيقول له بس دي مش إجابة عن سؤالي، أنا بسألك عن سبب قوتك الجسدية وتقنيتك الغريبة دي. وعمال يتنطط على رجل واحدة زي اللهبل. وفجأة ناويا بيختفي من المكان في لمح البصر وبيظهر مرة تانية، وتشوسو بيوجه لكمة لناويا ولكن تفاداها. وناويا بيقول في نفسه إن تشوسو بقى يواكب تحركاته وهجم على تشوسو بالسكينة وطعنه في بطنه. وناويا بيقول فهمت تقنية المقياس الأحمر المتدفق، مش كده برضو؟ انت بتركز كل قوتك في عضلات عينك عشان تعزز القدرة البصرية الديناميكية. والله الواد ده طلع مش سهل خالص. وبيقول له أنا كنت عامل حسابي من الأول وعارف إنك ممكن تستخدم التقنية دي، إصرارك ده خلاني أستعمل السلاح، وبما إنك بتعرف تتحكم في الدم فإيقاف النزيف مش مشكلة بالنسبة لك، وخلينا نشوف لحد إمتى هتقدر تقاتل. وتشوسو بيقول له أنت عامل حسابك دايما ها؟ وناويا بيقول له خليها سر ما بيننا. وبصراحة أنا شايف الموضوع مثير للشفقة. مستعملين الجيجيتسو يحملون أسلحة ولا يستطيعون الفوز إلا بها، وعددهم كبير، حتى إخواتي الأكبر مجرد خنازير بلا فائدة، ومش قادر أصدق إنهم كانوا بيلوموا توجي. وتشوسو بيقول له شكلك بتكره إخواتك فعلا. فبيقول له أيوة أنا بكرههم، دول لازم يشنقوا نفسهم ويموتوا. وتشوسو بيقول له ممكن بسبب اخواتك اللي مش عاجبينك دول اصبحت ما انت عليه الان. وناويا بيقول له كلامك خلاني اشمئز، اخوات مين دول فلاحين؟ فتشوسو بيديله درس أدب وأخلاق وبيقول له سواء كان الأخ الأكبر كفء أم لا فهيفضل القدوة لإخواته الأصغر. وبيقول له أنت سألتني عن سبب إصراري مش كده؟ الإجابة لأني ما عنديش قدوة، أرتكب الأخطاء مرارا وتكرارا ولازم أسبق إخواتي الأصغر عشان كده أنا قوي. ونلاقي إن دم تشوسو ملا المكان بالكامل وكأنه فيضان من الدماء. وناويا بياخد ديله في أسنانه وبيطلع يجري، بيقول في نفسه إزاي عايش لحد دلوقتي بعد ما فقد هذا القدر من الدماء. وبنعرف ان تشوسو هجين بين اللعنة والإنسان ويسمى أرحام لوحات الموت، يملك قوة جسدية فريدة من نوعها
وبيحول الطاقة الملعونة لدم بكل سهولة، ومادام في طاقة ملعونة فمش هيقتلوا فقدان الدم. وتشوسو بيستخدم تقنية مصل الدم، ولكن ناويا بيتفاداها وبيقول في نفسه انه حاسس ان رجله تقلت بسبب كمية الدم اللي موجودة في الارض. وتشوسو بيقول له انت عارف الباقي، كش ملك. وناويا بيقول له هنشوف. ما انت هتشوف فعلا. وبنعرف ان ناويا بيملك تقنية تتبع الحركات التي انشئت مسبقا بمعدل 24 حركة في الثانية، وبيقول لو هو ده كل اللي عندك عشان تعطلني فاللي عندي بقى لسه مخلص. وبيهجم على تشوسو وبيقول في نفسه هو واقف مكانه بيعمل ايه. وبنلاقي تشوسو بيلم كل نقطة دم بتقنيته، وبنعرف انه كان بيتدرب على التقنية دي لمدة 150 سنة، ودي تعتبر تقنيته الأصلية. وبيخلي كل نقطة دم شبه الرصاصة وبيطلقهم جميعا في نفس الوقت على ناويا. دعونا نستمتع بلحظة انكسار غرور ناويا. وتشوسو بيقول له أو ما تدري من أنا، جئت لقتل أخي فسلطت عليك فصرعتك. وبيقول له صراحة أنا مش بفهم الناس اللي مش بتحب إخواتها. وكان على وشك إنه يخلص على ناويا ويريحنا، وبيظهر أوكوتسو خلف تشوسو، وقبل ما يقول كلمة راح عطاله بوكس لزقه في الحيطة، وبيجر إيتادوري من لبسه بعد ما قتله. وأوكوتسو بيقول لناويا يبدو أنك مررت بوقت عصيب. وناويا بيقول له لا تنظر إلي بازدراء، ويخرج من فمه الكثير من الدماء. وبيقول في نفسه مستحيل ده يكون سم، ولا حتى بسبب التقنية، وإن الدم اللي استعمله أصلا مش لإنسان، وإن جسمه بيرفض الدم الغير بشري ده. وكوتسو بيقول له أنا تقنيتي الملعونة العكسية قادرة على الشفاء، وأنا أقدر أساعدك بكل سهولة، ولكن بشرط في المقابل هتبلغ القادة عن موت إيتادوري. وبعد كده بنروح لإيتادوري وبيقوم عادي ولا كأن حاجة حصلت. وكوتسو قاعد قدامه بيبص له بحذر، وفجأة بيضحك وبيقول له يوكاتا. وإيتادوري مصدوم من اللي بيحصل وبيقول له جوجو طلب مني إني أهتم بيك، فاضطريت امثل بدل ما يتم تعيين جلاد تاني، وعقدت عهد بيلزمني بقتلك عشان يتم الاعتراف بيا كجلاد من قبل القادة. وبيعتذر لإيتادوري على اللي حصل، وإيتادوري بيقول له طب ازاي انا لسه عايش. فوكوتسو بيقول له تقنية اللعنة العكسية، انا عالجت قلبك فورا في اللحظة اللي وقف فيها. انا قلت انها هتنجح لانك مريت بحاجة زي دي قبل كده، ودي المرة التانية اللي بيتم فيها تزييف موتك. ممكن الموضوع يتكشف بعدين، ولكن لازم نتعامل الفترة دي على اساس ان حكم اعدامك تم تنفيذه. وإيتادوري بيقول له انت بتعمل كل ده عشاني ليه؟ فأوكوتسو بيقول له لان الاشخاص الذين اهتم لامرهم يهتمون لامرك، وسبق وحملت قوة تفوق قدرتي بكثير، لكن القوة التي كنت اظن انها فرضت علي كانت شيئا جلبته لنفسي. اما انت العكس تماما، القوة التي تحملها ليست ملكك، دي مش غلطتك. وإيتادوري بيقول له انا قتلت ناس. ميجومي طلع لنا، كان فين هذا الميجومي؟ وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ احنا لازم نرجع لثانوية الجوجيتسو، الحاجز اللي حوالين المدرسة بقى ضعيف، وطالما محدش هيشوف وشك فمفيش مشكلة اننا نرجع بسرعة. وإيتادوري بيقول له ما تتكلمش وكأن مفيش حاجة حصلت، انا قتلت ناس ابرياء. فميجومي واقف بيفكر كده وبيقول له يا ابني نحن لسنا ابطالا، نحن مستعملين الجيجيتسو. وإيتادوري بيقول في نفسه مش هو ده اللي كنت اقصده، وانه لو فضل جنبه ميجومي هيعاني طول عمره. وبيكمل كلامه وبيقول لازم تفضل ثابت وتستمر بمساعدة الناس، وابدأ بإنقاذ إيتادوري. وبيقول له ان في لعبة تسمى لعبة الاعدام مؤسسها هو نوريتوشي كامو، وهي عبارة عن لعبة قتل بتجبر مستعملين الجيجيتسو انهم يخلصوا على بعض، وان في بنت اسمها توسوميكي اتجرت للعبة الاعدام دي. وبيترجى إيتادوري وبيقول له احنا محتاجين قوتك. وإيتادوري بيقول لأوكوتسو ان سكونا بيخطط لاستغلال ميجومي، وفي شيبويا لما سيطر على جسد إيتادوري خلاه يبلغ 15 صوبع دفعة واحدة، وحتى لو بلغ ال5 صوابع الباقيين مش هيسمح له يستولي على جسمه تاني، ولكن لو حصل واتبدلت مع سكونا لا تتردد بقتله. وأوكوتسو بيقول له انا هعمل كل اللي اقدر عليه. وبيقول لميجومي انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ وبيقول اولا نرجع لثانوية الجيجيتسو ونتواصل مع تنجن سما ونعرف ازاي نرفع عالم السجن، ونعرف نوريتوشي كامو عايز ايه بالظبط وبيخطط لايه. وأوكوتسو بيقول المشكلة في حاجز الإخفاء الخاص بتنجن، ما بين من أكتر من 1000 باب بيتبدلوا باستمرار، باب واحد بس هو اللي بيوصل لمقابر ممر النجوم، وده المكان اللي قاعد فيه تنجن. وإيتادوري بيقوم ويعتذر لميجومي وبيسأل عن كوجيساكي، ولكن ما بنعرفش ميجومي رد قال ايه، ولكن إيتادوري بيشد على ايده. وفجأة بيطلع تشوسو وبيقول لهم حاجز الإخفاء ده ممكن نتعامل معاه، قصدك ايه يا تشوسو؟ بيكمل كلامه بيقول ان ماهيتو سرق أصابع سكونا وأرحام لوحات الموت، مش كده برضو؟ سنفعل الشيء نفسه. وبيرجعوا مدرسة الجيجيتسو، وماكي بتقول لإيتادوري مر وقت طويل من ساعة ما شفتك آخر مرة. وأوكوتسو بيقول لها انت ما ينفعش تتحركي دلوقت،
فبتقول له أنا زي الفل مفيش حاجة. والبنت أم شعر أصفر دي بتقول إن حروق ماكي كانت شديدة، ولكن ماكي قوية جدا وصلابة الجسد هي الوحيدة الفاصلة بين الحياة والموت، ومؤسف جدا اللي حصل لرئيس العشيرة. وماكي بتقول لها مش فارق معايا أصلا، وبتسأل ميجومي عن حاجز تنجن، وتشوسو بيقول أنا هشرح لكم، وبيقول الطريق اللي بين الأبواب ومقابر ممر النجوم في مخزن مدرسة الجيجيتسو بتحفظ فيه الأدوات والأشياء الملعونة، وكمان موجود بقايا إخواتي نورانسو، شوسو، تانسو، سانسو، كوتسو، شوسو، حتى وهم جثث، ومع اجتماع 6 منهم فإن الأثر الثانوي لتقنيتي سيسمح لي باستشعار وجودهم. ماكي بتقول كلام جميل زي الفل، ولكن مين ده بقى؟ فإيتادري بيقول في الوقت الحالي ده يبقى أخويا. وتشوسو حرفيا كان هيموت من الفرحة لما يوجي قال كده، وبيدخلوا من البوابة، ولكن تشوسو واقف قدام المخزن اللي فيه اخواته وبيوعدهم إنه هيرجع لهم مرة تانية، وبيظهر آثار دم قديمة على الأرض. وإيتادري بيسأل عن اللي حصل هنا. البنت اللي شعرها أصفر بتقوله إن في حادث حصل قبل 12 سنة، ومن وقت الحادث ده كل حاجة اتغيرت. ويتقدم الجميع للقاعة الرئيسية، وإيتادري بيقول المكان فاضي تماما. هو بتقوله البنت اللي شعرها أصفر إننا مرفوضين، وكوتسو بيقول يلا نرجع عشان الوقت بيخلص بالنسبة لتسوميكي، وبيلفوا عشان يمشوا، ولكن بيظهر تنجن وبيرحب بيهم. وإلى هنا ينتهي ملخصنا لهذا اليوم. استنى الحلقات اللي جاية علشان اللي جاية أخطر بكتير، ولكن هناك أسئلة لم يتم الإجابة عليها. هو مين تنجن ده؟ ونوريتوشي كاما بيخطط لإيه؟ وإمتى هيتحرر جوجو ساتورو من سجنه؟ ويا ترى سكون عايز إيه من ميجومي؟ انتظروا باقي حلقات جوجيتسو كايسان قريبا. والآن يا صديقي إلى اللقاء حاليا.